ثالثه ثانوي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. خلاص هانت جدا جدا يا ابطال، باقي اسبوع الامتحانات. انا عارفه ان هي فتره ضغط جدا 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 بالنسبه لكم، سواء الشخص اللي مخلص منهجه او سواء الشخص اللي مخلصش منهجه. ففي جميع الحالات الدنيا صعبه، في جميع الحالات انت مضغوط، في جميع الحالات انت متوتر. طيب ازاي بقى تقلل التوتر وتقلل القلق؟ ولو انت ضايع في ماده معينه المفروض تعمل ايه؟ انا هبدا بالفيزياء اول حاجه، علشان الفيزياء اكتر ماده انتوا واعيين فيها. ونصيحتي ليكم الفتره الجايه في الفيزياء، الناس اللي واقعه في الفيزياء مش بتعرف تحل فيزياء خالص خالص خالص، الحل ثم الحل ثم الحل ثم الحل ثم الحل. بمعنى دلوقتي انت نازل لك 10 نماذج استرشاديه من الوزاره، يعني ايه؟ يعني انت نازل لك كم رهيب جدا جدا من الاسئله. ماليش حد بيدور يقول لي سلمى ايه الكتاب اللي اسئلته مشابهه للامتحان؟ طب ما انت الوزاره منزل لك 10 نماذج مشابهين للامتحان، يعني ليه تدور بره وهي اصلا عندك اسئله جوه؟ يعني بجد ليه؟ فانت الفتره دي تحللي النماذج الاستشهاديه اللي نازله في كل المواد، وكمان امتحانات ثانويه عامه. دي شوامل كافيه جدا 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 جدا، يعني مش هتحتاج غيرها. طيب اني اولى النماذج الاستشهاديه ولا امتحان ثانويه عامه؟ لا امتحان ثانويه عامه. يعني انا خلاص لو الوقت ضاع مني خالص وانا اصلا ما عنديش وقت قاعد بلم المواد، الاولى ان انا احله هو امتحانات ثانويه عامه. طب الاولى ان انا احل اني سنه؟ تحل السنه اللي قبل السنه بتاعتك على طول. يعني انت مثلا دلوقتي 2025 يبقى تحل ثانويه عامه 2024. دي اهم حاجه. بالنسبه برضو للناس اللي جايه تحل امتحان كيمياء 2023 وامتحان الفيزياء 2024 وتقول لك انا عايزه اقسم السنه بسببهم، انت جايب لي اصعب امتحانات حصلت في ثانويه عامه سواء على الكيمياء او في الفيزياء وجاي تحلها وتقول لي انا مستواي مش راضي يتحسن ليه؟ ما تقارنش مستواك بامتحانات اصلا بالفعل كانت صعبه جدا وكانت دسمه وكانت عامله ضجه كبيره جدا. عايز اقول لكم ان الامتحانات الشامله ما زالت مش مقياس، وامتحانات ثانويه عامه ما زالت مش مقياس، لان ما تعرفش الامتحانات اللي جالك هيكون عامل ازاي، ما تعرفش مستوى الامتحان اللي جالك هيكون عامل ازاي. تتفاجئ في الامتحان الامتحانات هتيجي سهله. 90% من المدرسين بيقولوا الامتحانات هتيجي سهله لان النماذج الاستشهاديه مش نازله صعبه، يعني مستواها من متوسط لسهل، فاحتمال السنه دي كبير جدا 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 الامتحانات تيجي سهله. عشان كده بقول للناس اللي عايزه تقسم، بص عايزاك تاخد الريسك وتبدا وتعمل عليك بس. اسبوع في كمان، يعني اسبوع كافي تلم فيه مثلا 3 4 مواد، وسيب مثلا في مواد تلمها ليله الامتحان. انت الاحياء باقي لك قبلها اسبوع، بقالك 7 ايام، دول كافيين وبيقدروا تلم. الاسبوع ده كفيل يخليك تلم احياء وجيولوجيا. فانت ممكن تسيب مثلا الاحياء دلوقتي وتبقى تلمها ليالي الامتحان. طيب العربي برضو بعد المواد الغير مضافه للمجموع قدامك برضو كام يوم تقدر تلم فيه العربي من ليالي الامتحان بتاعت مستر محمد صلاح. دلوقتي ايه اللي تركز عليه عشان مش تندم؟ الانجليش. احفظ لي الكلمات الاساسيه. طب هجيبها منين؟ عشان انا كل يونت سلمى فيها 500000 كلمه، هتلاقي الكلمات الاساسيه اول مربع عندك في اليونت، دي اهم الكلمات لازم تحفظها. وكمان في حاجه لاحظتها بجد، في حاجه لاحظتها كده هقول لكم سر عليها. كتب المدرسه، نزل لي كتاب المدرسه في الانجليش بيبقى فيه شويه كلمات كده صغنطين جدا، حوالي 10 20 كلمه في كل يونت، دول اللي بيجوا في امتحان ثانويه عامه باختصار شديد. اختكم اللي كانت عماله تحفظ الكلمات اللي موجوده في كتب المراجعه النهائيه وفي الاخر جت من كتاب المدرسه، اللي واحده صاحبتي كانت قبل الامتحان حرفيا قالت لي سلمى انت حافظه الكلمات اللي موجوده في كتاب المدرسه؟ قلت لها لا بس يعني انا حافظه كلمات، فاكيد انا حافظاها من ضمن الكلمات. وعايزه اقول لكم ان هي ما كانتش حافظه غير كلمات كتاب المدرسه وحلت زيها عادي جدا. فاهتموا بكلمات كتاب المدرسه في الانجليش والكلمات الاساسيه في كل يونت. طب بالنسبه للكلمات اللي بتقابلك في الترجمه، بتقابلك في القطعه، الكلمات دي احنا ما نعرفهاش، تمام؟ فما تقعدش تقول لي انا هحفظ كلمات ترجمه وكلمات بتاع. الكلمات دي انت بتتوقعها، في كلمات كتير جدا هتقابلك حتى لو انت حافظ جميع كلمات اللغه الانجليزيه هتقابلك وانت بتحل. هتعمل ايه؟ هتتعامل معاها بصيغه التوقع. مش انت كل حاجه بتتوقعها في حياتك، مش انت متوقع الامتحان جاي صعب من دماغك كده؟ طب ما تتوقع لي كده الكلمات بقى، ما تتوقع لي الكلمات، مش جايه على دي بقى مش عايز تتوقعها لي. في كلمات كتير جدا بنتوقعها من سياق الجمله، تمام؟ فالانجليش والفيزياء دلوقتي اهم حاجه تبدا فيهم. الفيزياء اهم حاجه تحلي لنا نماذج الاستشهاديه حتى لو ما خلصتش المنهج. انا دايما بقول لك ما تحلش امتحان الشامل غير لما تخلص المنهج، ولكن هي لا، لازم تحل النماذج الاستشهاديه حتى لو ما خلصتش المنهج، لان ممكن الوقت يسرقك وما تلحقش تحل الامتحانات. فانت هتجيب اي مدرس انت بتثق في حله، سواء دكتور كريل سواء مستر عبد المعبود، اي مدرس حل النماذج الاستشهاديه على اليوتيوب. النماذج دي بقى هتبدا تكتبي الافكار اللي انت لاحظتها، مثلا قانون، يعني مثلا المساله مثلا بيقول لك احسب عدد اللفات مثلا، وهو مش عارف عدد اللفات تقريبا كانت في الفصل الثالث كانت في الفصل الاول، مثال احسب عدد اللفات، هتعمل ايه؟ هتكتب قانون حساب عدد اللفات، هتعمل كشكول كده اسمه افكار النماذج الاستشهاديه، مهم جدا 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 جدا. فدي بعض الحاجات اللي مهم جدا تعملها الفتره دي. الفتره الجايه هحاول انزل لكم فيديوهات كتير جدا على قد ما اقدر، بس انا بجد مضغوطه، وعايزه اقول لكم ان انا بقالي فتره مش بنزل فيديوهات على التيك توك واليوتيوب، يعني مش متفاعله زي الاول. فالتيك توك تقريبا واليوتيوب يعني تقريبا يعني شايفين ان انا فيديوهاتي مش مهمه، فمش بيعملوا لها اقتراح. فعشان الفيديو تعملوا اقتراح اعملوا لايك للفيديو، اكتبوا لي كومنت كتير 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 كتير، وبحبكم جدا 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 جدا. وما تنسوش تصلوا على النبي وكمان لاخواتنا في فلسطين. السلام عليكم.